اهلا اهلا يا حلوين، وحشتونا قد الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جميل على قناه يوميات محمد وآية. لو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. دلوقتي بقى يا جماعه انا اقول لكم بقى، اكمل لكم بقى مكان ايه بقى. لسه بتكلم مع الناس. لا بقى ماشي، اديني فرصتي. احنا دلوقتي يا جماعه بنتجول. يا جماعه اديني فرصه، كل ما اجي اتكلم هنتجول فيه. طبعا احنا بنعمل اجواء جميله جدا في اسكندريه وهتشوفوها اول باول. واول جوله انتوا هتشوفوها، اول حاجه انتوا هتشوفوها الشقه اللي احنا خدناها طبعا، واللي احنا خدناها لازم تعرفوه. هي في مدينه ايه يا آية؟ الست كلمها في مدينه ايه؟ المعموره يا جماعه، في المعموره الشاطئ يا جدعان. بصراحه شقه جميله جدا، عجبتني بصراحه وعجبني فيها البساطه. شوفوا معايا الفيديو، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. فرجوهم بقى تفضلي تتكلمي كتير. تعالوا يا جماعه تعالوا نتفرج بقى، ناخد جوله في الشقه. ماشي. هنا طبعا يا جماعه دي دخلت باب الشقه، ده دخلت الباب، يعني احنا كده فتحنا اهو كده في ناس بقى كده قفلنا. يلا بينا بقى، دي الصاله اول حاجه. بايه؟ دي السفره. تمام، جميله وشيك وبسيطه جدا جدا جدا. دي عمر ابن النبي ازاي قام جري. دي بقى يا جماعه الانتريه، جميل برده وبسيط وهادي، عجبني بصراحه. وانتوا كمان قولوا رايكم في الكومنتات. اعمل الناس لايك، اعملوا اضغط لايك. جميله خالص. قولوا رايكم يا جماعه. ده المطبخ بتاعي طبعا، المطبخ لسه ما مملكتي المطبخ اهو. مش تشوف نخش بقى على البلكونه الاول، بقى نرجع على المطبخ بقى. تعالى نخش على البلكونه والفيو بتاع البلكونه اللي هنا. نشوف يا جماعه الفيو قبل ما الدنيا تضلم. يلا عمور. احلى حاجه الهوا ده يرد الروح بصراحه، يعني فيو رائع جميل. حاجه صور هنا كده. ما تنسوش يا جماعه تقولوا لي بصراحه يعني رايكم. بصراحه هي عجبتني في الشقه ان هي بسيطه ورقيقه كده، حسيتها كده يعني حاجه. هو طبعا المعروف عن المعموره يا جماعه ان المعموره اساسا عباره عن كومباوند مقفول امان جدا 100% امان، والمكان هادي مفيش فيه زحمه. كل الناس اللي هنا طبعا ناس محترمه، ناس كبيره، يعني ناس راقيه. فدي اجمل حاجه في مدينه المعموره طبعا. تعالوا بقى نخش بقى على الشقه ونكمل. المطبخ مملكتي. نخش على المطبخ. المطبخ دي مملكه اي واحده ست. ده اول بلكونه يا جماعه زي ما احنا شايفين. تعال بس ما افرجكم على المطبخ بتاعي الاول. النور ايه ده اهو، يعني كل حاجه على الطبيعه. رايك بقى، رايك انت ايه؟ طبعا مطبخ امريكي يا جماعه، فتح على الصاله. والله المطبخ جميل 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 وبرده هادي. انا حبيت في الشقه دي ان هي هاديه وبسيطه. تعالى بقى ايه على الاوضه. تعالى بس على الاوضه الكبيره الاول عشان عمرو نايم هيصحى. نتجول في المطبخ اللي انت بتقولوا عليه. تجول. ايوه. اعملي كوبايه قهوه. طبعا هي قاعده على البار بقى ومبسوطه يا جدعان. عايزه كوبايه قهوه والله. انا مطبقه يا جماعه، بقالي ليلتين ما نمتش بجهز للرحله. بس انا عامله زي العيال الصغيره لما بكون طالعه رحله بفضل اسهر طول الليل واجيب هدوم الرحله افيش على السرير وانام انا على الارض. ليه؟ يوم عيد. انا كده في الرحلات. طبعا يا جماعه المطبخ ده من مرتباه. ايه رايكم بقى في الترتيب؟ يا جماعه هي مظبطه الدنيا دي. والله مروقه العمل. لازم نحط لمستي. المهم احنا عايزين ناكل، يعني هتطبخ لنا ايه حلو النهارده؟ هطبخ لك احلى حاجه. طب يلا تعالي نكمل بقى. تعالي نكمل يا جماعه بقيه الشقه. طبعا شفتوا معانا الصاله والمطبخ اللي هنا. كريم وعمرو نايمين. هنخش الاول ولا نخش اوضه النوم الكبيره؟ نخش اوضه النوم الكبيره دي ولا نخش الحمام؟ تعالى نخش الحمام. تعالى نشوف. مترددين ليه؟ الحمام برضه جميل، لازم نتكلم في الحمام عشان نحرقهم. خش بقى انت صوروا اللي بتشبشب. طبعا يا جماعه ادي الحمام بتاع الشقه اللي احنا واخدينها في كل حاجه. كل حاجه متوفره بصراحه. كل حاجه موجوده. كل حاجه لحد الصابون لحد الديتول، كل حاجه موفرينها ليك. بصراحه يعني كل حاجه ونظافه يعني مستلمين. خش بقى نضيف لوكس. دي اوضه النوم بقى الكبيره، اهم حاجه اوضه النوم الكبيره. تكون شرحه وبرحه كده. هنا يا جماعه اوضه النوم زي ما انتم شايفين. تحسوا يا جماعه ان كل حاجه في الشقه هاديه، يعني اهم حاجه. عارف الحاجات لما تبقى هاديه بتدي منظر اشيك يعني احسن.
انا حسيت بصراحه ان هي هاديه. طبعا يا جماعه الشقه ديت اختيار آية عشان تكونوا عارفين، هي فضلت تدور 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 قعدنا جبت الشقه واختيار آية لحد ما جابت الشقه دي وجابت الجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بصراحه حبيت فيها الفيو ان هي اصلا كمان جنب الملاهي، يعني عشان كريم وعمر بصراحه يعني ايه، احنا خارجين نفسحهم يبقى هم يعيشوا اجواء جميله. ايه رايك يا عمر؟ عمر ما نامش عايز تنام؟ معايا ما نامش. يلا عشان تنزل الملاهي يا عم. يلا بقى ناخدهم بس نوريهم البلكونه دي. خش بقى البلكونه الثانيه. ماشي تعالى تعالى. شوف بقى هنا يا جماعه، دي طبعا مدينه الالعاب جميله جدا جدا، وبالليل كمان هصور لكم كمان بالليل عشان تشوفوا برضو ايه المنظر معانا بالليل. لو حد بقى ساكن هنا اكيد كده يعرفنا. صح؟ لو حد ساكن هنا يا جماعه اكتبناه في الكومنتات، لو حد قريب مننا هنا اكتبناه في الكومنتات. احنا ساكنين قبال مدينه الملاهي بالظبط. شارع 500. انا فضلت كده انخور لحد ما جبت الشقه دي. شارع رقم 505 و200. عمر بيقول لكم عمر رغبت لهم الارقام خالص. انزلوا بقى دلوقتي، لو انتم وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا حطوا لي لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه. تعالوا بقى نكمل جولتنا ونشوف الاوضه الصغيره. تعالى. رغم ان انا داخله الاوضه الصغيره وخايفه ان عمر يصحى، بس هخش عشان خاطركم. دي جميله برضو وهاديه. طبعا هم نايمين في التكييف ومزاجهم حلو. ما هم كريم مطبق. طبعا يا جماعه دي اوضه الاطفال، وده عمور الامور، وعمور الصغير لابس احمر مش باين في قلب السرير زي ما انتم شايفينه، زي ما كنت تايه مع الدب اللي هو ده. وادي كوكو برضه. ودي برضه يا جماعه البلكونه دي بتوصل برضه للاوضه الثانيه. نفس البلكونه. هي نفس البلكونه، مفتاحه منه ومفتاحه من غيره. مش هفتحها بقى عشان لو فتحتها عمرو هيصحى هيقرفني. يلا كده الشقه بتاعتنا خلصت. تعال. طفي النور اهم حاجه عشان عمرو ما يصحاش. الناس اللي عندها اطفال عارفه بصراحه مصدق ان العيل الصغير ينام. هي بصراحه يا جماعه الشقه جميله جدا. هي غرفتين وصاله وسفره. الصاله فيها السفره وفيها الانتريه، والمطبخ فاتح على الصاله. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، ذوقي حلو ولا وحش؟ ويلا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه زي ما قلت لكم. ودي طبعا يا جماعه بدايه جولتنا ولسه مستمرين معاكم. هنوريكم برضو منظر الملاهي بالليل والدنيا بالليل عامله ازاي. انتظرونا. وما تنسوش بقى يا جماعه زي ما قلت لكم تقولوا رايكم في الكومنتات في الشقه. اهم حاجه تقولوا رايكم في الكومنتات. بس محمد كان بيقول لي في الاول الشقه مش عاجباني لما شافها قبل ما نيجي يعني، ولما جه اتوهم من منظرها. صح ولا انا غلطانه؟ صح ولا انا غلطانه؟ كسفت ليه؟ بتقولوا الحقيقه. عمره ما قال لي حاجه حلوه يا جماعه، عمري ما جبت حاجه، عمري. لا بصراحه حلوه، بصراحه حلوه. حلوه؟ طيب. جميل. مفيش تسلم بقى يا ام كريم؟ تسلم يا ام كريم. يلا بقى عشان نخش على المطبخ بتاعنا ونعمل لهم اكل. اصل هم يا عيني وهيانين ما كلوش حاجه خالص من الصبح. مقضينا فينو اهي. كنت جايبه لهم فينو بسندوتشات. اخر لما زهقوا رموا لي على السفره قالوا خلاص بقى احنا زهقنا عملنا بقى اكل، عايزين رز وشوربه. عايزين رز وشوربه يا ماما. صح يا عمر؟ نخش على المطبخ بتاعنا يا جماعه نعمل لهم الاكل. انتظرونا بقى بالليل عشان خاطر نوريكم الاجواء بالليل. يلا بقى نشوفكم على خير بقى بالليل. يلا بينا. دي يا جماعه بقى زي ما انتم شايفين كده منظر الاجواء بالليل بقى. ده طبعا الفيو بالليل يا جماعه واحنا قاعدين. شوف بقى المنظر هنا بصراحه روعه. دي مدينه الملاهي يا جماعه في قلب مدينه المعموره. دي الملاهي في قلب المعموره. تعالوا نشوف بقى ايه. طبعا هنا زي ما احنا شايفين يا جماعه ايه وكريم وعمر وعمرو مزاجهم حلو. ده شو شاي. وهم عمالين يتفرجوا طبعا. والله نسيت الشاي يا محمد، قعدت اتفرج لحد ما الشاي برد. على مدينه الملاهي يا جماعه. المنظر تحفه، منظر جامد. يا ريت بقى تكتبوا لنا رايكم في التعليقات وتقولوا لنا ايه رايكم. ننزل من الشقه. ايه رايكم في المنظر والاجواء دي يا جماعه؟ ايه رايك يا كوكو؟ مبسوط؟ نحطوا لايك يا جماعه. يا ام كريم. ايه المندمجه. مزاجكم حلو. انا كلت وشربت شاي خلاص اندمجت خلاص تياس. طبعا هم بيشربوا الشاي في البلكونه يا جماعه
لا اشربوا شاي يا جماعه. ويشاهد اشربوا شاي الاجواء معايا. الجميله اللي انتم شايفينها مع بعض دي. بصراحه الجو جميل جدا النهارده. وهنا بقى قاعدين بنتفرجوا ازاي. طبعا هم منتظرين اللحظه اللي هينزلوا فيها يروحوا فيها الملاهي، صح ولا لا؟ انا النهارده طبعا ده هتشوفوها في فيديو تاني يا جماعه، نعملها لكم فيديو تاني واحنا بقى ايه في قلب الملاهي وهتشوفوا كل حاجه من اول النهار يا جماعه عشان تقضوا يوم كده يوم جميل. لان بصراحه النهارده اللي شوفي يا محمد، حاسه اصلا الجو زحمه النهارده صح؟ هي الدنيا زحمه كل يوم وبكره هتكون اكتر. كريم عايز نركب معاه المرجحه اللي هي بتلف دي، اللي هي الطويله اللي هي فوق خالص دي. بقول له اركبها من هنا عشان ام المنطوره من هنا. هنفضل اروح على طول عند عشماوي. صعبه اصلا شكلها يخوض. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده دي كانت اجواءنا، ودي طبعا يعني انتوا شفتوا الجوله بتاعتنا في قلب الشقه اللي احنا خدناها. احنا طبعا خلصنا ووريناكم الفيو بتاعها بالليل وبالنهار زي ما انتم شفتوا كده وشفتها من جوه. فطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش ادعمونا بلايك في الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كمان يا جماعه ما تنسوش كمان تقولوا لنا رايكم في الكومنتات في الخروجه الجميله دي، وانتظرونا طبعا فيديوهات كتيره جدا هتنزل ان شاء الله على يعني انتظرونا في فلوجات وفيديوهات، هتبقى فيديوهات جامده ان شاء الله باذن الله. الواحد اصلا والله العظيم يعني بصراحه الجو يشوف احنا قاعدين كده ومندمجين خلاص مع حزيننا اصلا قاعدين معاهم كنا قاعدين معاهم في قلب الملاهي. هم خلاص هم هنا مسهرين للصبح بقى يفضلوا يتفرجوا على المناظر دي. الجو جميل والله بصراحه. وجو شهر 8 ده اصلا بيبقى الجو فيه حلو عن شهر 7 وشهر 6. يعني ايه بقى صيف بس من الصيف اللي هو حر شديد. انت فوق عامل فوق تاني اعمل لكم في ايدي. طبعا يلا يا عمر وكريم عمال يحترقوا علينا عشان خاطر ننزلوا الملاهي. احنا بنقول لهم بكره ان شاء الله كده نبدا اليوم من اوله. اصل احنا دلوقتي عشان ننزل مش هينزلوا حاجه، نص ساعه وهنرجع تاني. تمام ماشي. بنقول بقى من بكره ان شاء الله يبداوا اليوم كله. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك في الفيديو ده. نشوفكم على خير فيديو جديد. مع سلام.